السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جاي لكم النهارده فيديو جديد. هنعمل مع بعض فطار تاني يوم رمضان. بقى معايا كركديه ومعايا تمر هندي. اغسلهم كويس جدا واحطهم على نار في ميه. حضراتكم تاني دلوقتي الكركديه انا صفيته كويس. احط بقى الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. واحطه على النار شويه. تمام. ورجعت لحضراتكم تاني. هحط بقى شويه سكر. طبعا هي بتاخد سكر. تمام. بعد كده هنصفيه. تاني دلوقتي الكركديه بقى بالتمر هندي اللي هو العناب برد شويه. هصفيه بالمصفى ديت كنت بغسل فيها الكركديه. وبعد كده احطه في الدورق او الشفشه. بسم الله الرحمن الرحيم. حضراتكم تاني دلوقتي بقى بسم الله الرحمن الرحيم. ورجعت لحضراتكم تاني. دلوقتي الكركديه خلصته خلاص، اللي هو بالتمر هندي. احطه في التلاجة وقت الفطار. طبعا انا عاملاه من بالليل، وهنكمل الروتين بتاعنا. هنشوف هنطبخ تاني يوم رمضان ان شاء الله. وهنغسل الحاجات ديت. تمام. وطبعا ده هنرميه. نشطب بقى الحاجات دي. الموضوع هيفصل مني خالص. اتمنى كده تدعميني كده باللايك لو الفيديو عجبتك. تمام. عفوا عشان انا ماسكه بس الموبايل. طبعا نشوف الموضوع. الستاند بتاعي ده بايظ. دعميني كده باللايك عشان القناه تكبر بيكي وليكي ان شاء الله. طبعا احنا بعد ما عملنا بقى الكركديه بالتمر هندي اللي هو العناب. جبت نص كيلو فول بلدي كده، نص الحبه بتاعته كبيره اهي. هنغسله كويس جدا. نشوفه بس كده في حاجه منه بايظه ولا حاجه. ورجعت لحضراتكم تاني. جبت بقى طبق وهغسله كويس جدا. بعد كده هسيبه منقوع بقى في الميه. تمام. من بالليل دلوقتي لغايه الصبح هنعمله مع بعض ان شاء الله في الروتين بتاعنا. طبعا هيوفر لك كتير جدا. ده اقل فول بقى ب5 جنيه وحبه قد انت لو كيستيه وحطيتيه في الفريزر كل كيس على قد الوجبه هيعمل معاكي شويه حلوه ان شاء الله. اتمنى كده تدعميني كده باللايك والاشتراك كده. عايزه القناه تكبر بيكي وليكي ان شاء الله. تمام. طبعا هو بينفش بقى لما بيتنقع فتره، وممكن تنقعيه ساعتين على حسب ما انت عايزه. بس انا هنقعه من بالليل لغايه الصبح ان شاء الله. كل الحبات دي هتتنفخ وهتزداد حجمها. تمام.
ايه شويه كده لغايه ان شاء الله الصبح باذن الله، وهنرجع لحضراتكم تاني نشوف انا ايه بقى. غسلت الفول كويس، كنت نقعته تمام من بالليل لغايه الصبح. بصوا الحبايه نفشت. وغسلت اللي هي اسمها ايه الدماسه تمام. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. ايه بقى معايا طماطم، معايا جزر تمام للطبخه بردك النهارده، ايه توم وبصل تمام. وايه دلوقتي احنا معانا طماطميتين هنبشرهم وجزرتين هنبشرهم تمام. والباقي ده الايه للشوربه اللي انا هعملها للاكله بتاعتنا النهارده تمام. ودول ايه هعملهم للايه للفول بتاعنا. معايا بقى ايه طماطميتين مبشورين تمام، ومعايا جزر دول هحطهم على الفول دلوقتي تمام. جزر بردك مبشور تمام. ايه حطيت الطماطم المبشوره والجزر مبشور على الفول تمام. هحط التوابل بتاعتي بس كركم واحط بابريكا تمام. والميه المغليه على النار عشان الفول بيتحط له ميه مغليه. عايزه تعمليه في قدره، عايزه تعمليه في حله، المتوفر عندك تمام. يا جماعه ايه انا هحط بردك على طبعا على الايه الفول بتاعنا. حطيت البصلايه والطماطميه. هحط فول مدشوش بتاع اللي هو الطعميه، واحط العدس تمام. نص معلقه من البابريكا ونص معلقه من الكركم تمام. بقى ايه نص معلقه كده من الكركم تمام. وايه هنحطها دلوقتي ايه على الفول. طبعا الفول بتاعنا اهو نحط عليه التوابل بتاعتنا تمام. وهنحط الميه المغليه وهنحطه على النار هيدي غلوه بس، وبعد كده ايه نهدي عليه النار. يقعد من 4 ل5 ساعات. لما يعوز تزودي ميه ايه مغليه على حسب ما انت عايزاه تمام. رجعت لحضراتكم تاني. دلوقتي جبت حله حطيت الزبده فيها تمام. ومعايا ربع كيلو لحمه، ومعايا ايه بصلايه فصين من الثوم. بتخلي تسويه اللحمه سريعه، او تحطي نوايا البلح او زيت تمام المتوفر عندك. وحط جزرايه وطماطمايه بتخلي طعم الاكل حلو. لو عايزه تحطي فلفل رومي زي ما انت عايزه تمام. انزل بالخضار بتاعي. وطبعا لسه هنحط ايه هنحط ورق لوري. حطينا يا جماعه ايه ورق لوري كده وحبهان تمام. وهنزل بيها باللحمه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. تغير لونها هنزل بالميه المغليه. الفصين الثوم اللي احنا حطيناهم بيخلي اللحمه بتاعتي تستوي بسرعه. طبعا احنا هنحط الميه بتاعتنا. طبعا الميه دي ايه ميه سخنه تمام. هنسيبها بقى تستوي براحتها كده، تاخد وقتها. وهنعمل مع بعض الاكله بتاعتنا. طبعا لو طلع على الوش كده ريم بنطلعه عشان ايه ما يخليش اللحمه بتاعتنا زفره. ان شاء الله مش هيبقى فيها حاجه تمام. خلاص كده ايه غسلت المواعين اللي ورايا، واللحمه هي على النار والفول اهو على النار. طبعا انا هديت عليه النار خلاص تمام عشان ايه خد غلوتين. بتاعتي على النار. ومعايا بسله كنت مفرزاها معاكم، وطماطم، ودي بقيت ملوخيه من البروتين بتاع امبارح اسخنها جنبها، كنت شايلها في الفريزر. طبعا احنا هنعمل ايه السلطه. معايا جرجير بقى، بصلايه، طماطمايه، فلفلايه. هنعمل السلطه. نقطع السلطه خلاص. هتبلها بقى ايه واملحها تمام على وقت الفطار. مع الفول اهو بتاعنا اهو بيستوي تمام. ومعايا الحله احط فيها شويه زيت واحط فيها مكعب زبده كده. ومعايا بصلايه وشويه ثوم تمام. هنزل بالبصلايه. ومعايا اللحمه ايه طبعا انا سلقتها خلاص. نص الموضوع.
البسله بتاعتي اهي، هنحطها بالبصلايه. بحب اشوحها في حته البصلايه بالثوميه. اتمنى كده لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي اضغطي على كلمه اشتراك وفعلي الجرس. طبعا انا اللحمه دي سلقتها خلاص، انا بعمل اكل على قد ايه مقارنه. طبعا يا جماعه البصلايه بتاعتي اهي خلاص، هننزل بالبسله. بحب اشوحها في ايه في البصلايه. ورجعت لحضراتكم تاني. دلوقتي البسله اهي بشوحها، ومعايا ايه بقى؟ معايا شويه ملح، معايا بابريكا، فلفل اسود، شويه سكر صغيرين عشان يعادل ايه الموضه بتاعت الدمعه ديت. هنحط الاول اللحمه ربع كيلو بس كده على قدنا، هنقلبها كويس جدا، وهننزل بالتوابل والصلصه. هننزل بالايه؟ بالتوابل بتاعتنا والصلصه. دي البسله بتاعتنا اهيت تمام. هنحط الصلصه بتاعتنا، هي هتسيح بقى مع نفسها تمام، وهنحطها تاخد غلوتين ونشوف الباقي هنعمل ايه. عملت البسله الجميله باللحمه اهي. دي ايه بقى؟ ايه فطرنا تاني يوم رمضان. وكمان عملت الفول المدمس في القدره للسحور تمام. ونكمل الروتين بتاعنا. شوف انا حطيت حته زبده في الحله، واحط شويه زيت عشان معايا شعريه تمام. معايا شعريه، احمر الشعريه بتاعتنا وانزل بالرز. عفوا، ننزل بشويه الشعريه. مش نحط كتير لان احنا عاملين يعني كوبايه وشويه كده تمام. هدي النار بس كده ايه، معرفش النار عندي عاليه شويه. اتمنى كده تدعموني كده باللايك والاشتراك بالقناه. عشان بحبها غامقه شويه. ايه الرز خلاص اهو تمام. احط له شويه ملح واحط له ميه مغليه او تحطي له شوربه مغليه تمام. طبعا انا ايه البسله بتاعتي هي خلصت. هحطها بقى في الطواجن ديت. بصوا ونحطها في الفرن. دلوقتي ده هنحطه في الفرن تمام. غطيته بالورق الفويل البسله. وهحط هنا الشوربه. كان عندي بقى ايه شوربه من امبارح تمام. وايه ونعمل شويه الرز، شويه ملوخيه بقى ايه صعيدي حلوين من امبارح تمام.
ونشوف مع بعض الروتين بتاعنا النهارده. هنحضر مع بعض الفطار. انا حطيت شويه ملح بقى ايه، وهحط الميه المغليه بتاعتي وهتاخد غلوتين كده الرز، وبعد كده ايه احطه تحت الشياط. هحط رغيفين من الفريزر احطهم في الفرن. تمام. شويه ملوخيه زي العسل وشويه شوربه، وهنا الرز. تمام. وعملت الفول للسحور اهو، مهديه عليه ايه النار. تمام. عملت ايه شويه الرز الجميل اهو. حط بقى ايه السلطه المتلجه، حطيت عليها ملح وكمون، شويه بابريكا، هحط شويه خل، وهحط عليها بسم الله الرحمن الرحيم، هحط عليها ايه نص ليمونه وشويه ميه كده. تمام. اتمنى كده لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي اضغطي على كلمه اشتراك وفعلي لي الجرس عشان يوصلك اي جديد. عملت السلطه والشوربه اهي موجوده كانت عندي، والبسله بتاعتنا الجميله اهي. بصوا الطواجن الجميله والملوخيه اهي، ودي البسله التاني. اتمنى كده تدعميني كده باللايك والاشتراك بالقناه. الفطار بتاعنا بقى بتاع اول يوم رمضان، تاني يوم عفوا. البسله اهي، الشوربه والملوخيه، السلطه. عملت ايه عصير عناب، كركديه بالتمر الهندي. اتمنى كده لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي اضغطي على كلمه اشتراك وفعلي لي الجرس عشان يوصلك اي جديد. عفوا. يا جماعه ايه الفول اهو، بصوا بقى جميل ازاي. بصوا الفول بقى زي الفول كهرمان جميل. هكيسه بقى في الكيس على قد الوجبه، واتمنى كده دعمكم باللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. عملت 6 كيس بالنص كيلو، حلوين جدا. تحطوا يبردوا ويتحطوا في الفريزر، وتطلعيه على ايه وجبه السحور او وجبه الفطار في الايام العاديه زي الفل.